السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلى من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سوشيال داونلودر. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالسوشيال ميديا. لو انت بتخش على السوشيال ميديا كتير، السوشيال ميديا زي الفيسبوك زي الانستجرام زي التيك توك زي تويتر، بتلاقي اكيد في فيديوهات موجودة بتكون عايز تسيفها عندك. ممكن تعمل اللي هو تسجيل الشاشة، وممكن ان انت بتحمل برامج علشان تسيف الفيديوهات دي، او ممكن انت بتسيف الفيديوهات دي عندك على على الفيس او على الانستجرام. بس لو المسؤول عن المحتوى او صاحب المحتوى ده حذف الفيديو، انت بعد كده لو جيت تراجع تشوف الحاجات المحفوظة عندك مش بتلاقيه موجود. فلو انت بقى حابب ان انت تحفظ الفيديو عندك على الجهاز عندك، وحتى لو اتشال او اتلغى او يتمسح او اي حاجه، هيفضل موجود عندك على الجهاز. فانت بتحتاج تستخدم تطبيق زي ده. التطبيق ده بيقدر يخليك تحمل كل الفيديوهات اللي موجوده على السوشيال ميديا. اي فيديو تلاقيه على الفيسبوك على انستجرام على تيك توك على تويتر، وحابب ان انت تحمله، بمجرد ما بتكون عندك التطبيق ده بتخش على التطبيق ده، تاخد اللينك بتاع الفيديو، وتخش على التطبيق تحط اللينك بتاعه، وبيحمل لك الفيديو على طول في وقت قليل جدا، وما بيستهلكش بيانات كتير. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه سواء ميزه او عيب يكتبها في التعليقات كمساعده منه لاي شخص تاني حابب ان هو يخش يشوف الفيديو. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله للفيديوهات اللي موجوده على القناه بقالها فتره طويله، علشان في بعض الناس بتخش تشوف فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله ويحمل التطبيق، وبعد كده يجي يقول لك انا لقيت حاجات ايجابيه او حاجات سلبيه، انت ليه مش قايل كل الحاجات اللي موجوده في التطبيق ده؟ ببساطه لان انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بفتره طويله. الفيديوهات اللي بتكون نازله بقالها فتره طويله، بقالها سنه 10 شهور اكتر من سنه، بيكون لها نزل لها تحديثات كتيره، سواء التحديثات دي بتخلي التطبيق بقى احدث او بقى افضل او ايجابي اكتر، او تحديثات سلبيه بتخلي التطبيق بقى اوحش. عشان كده دايما بننوه على التنويه ده. ده بنقوله علشان الناس كمساعدة منها ان هي تساعد بعض وتفيد بعض. علشان وانت لو انت حملت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم او يومين او اسبوع او شهر، وحملت التطبيق، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق سواء الايجابية او السلبية هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.